أظن كلنا بنحب الفطير الشرقي اللي هو محشي بالقشطة والمكسرات. فإحنا النهاردة عملناه وبأبسط طريقة وأقل تكلفة، من غير ولا دقيق ولا عجن ولا توريق ولا تعب ولا وقت ولا إرهاق ولا مجهود. عملناه بكل سهولة وفي وقت قياسي ووقت بسيط جدا. الفطير شكله بيتكلم عن نفسه. الفطير ممكن تعمليه بالسكر بس، أو بالسكر والمكسرات، أو تحطي له أي صوص على حسب رغبتك. الفطير بيتكلم عن نفسه. عندنا هي الفطيرة دي اهي. شوفوا الحشو من جوه عامل ازاي. شوفوا الكريمة، بصوا التوريقة، بصوا الجمال، بصوا التوريقة، وبصوا الحشو بتاعها جميلة جدا بجد. الفطيرة سخنة على ايديا جدا، فانا مش قادرة امسكها اكتر من كده. فيلا بينا مع بعض نشوف عملنا الجمال الخطير ده ازاي، اللي احسن من اي حلواني وباقل تكلفة. بالخمس فطاير دول نجيب واحدة من بره من عند الحلواني، فليه نشتري بالغالي لما ممكن نعمل بأقل تكلفة؟ يلا بينا نشوف الفيديو خطوة بخطوة وكل طريقة الفطير الشرقي اللذيذ. يلا بينا. زي ما اتعودنا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندنا حلة أو كسرولة، ونجيب فيها 3 كوبايات مية. هنحط فيها 3 كوبايات مية كده أنا معايراهم. وعندي كمان 4 معالق كبار لبن بودر، و3 معالق كبار دقيق، ومعلقة ونص نشا. هنحطهم في قلب المية. وعندي كمان ربع كوباية سكر. وهنبدأ الأول ندوبهم على البارد. هما كده خلاص دابوا وامتزجوا ببعض. هبدأ أولع عليهم النار. أنا ولعت عليهم النار كده، وهبدأ برضو إن أنا أقلب فيهم برضو لغاية ما يمتزجوا ويوصلوا القوام اللي احنا عاوزينه. اللي مستغرب ان انا حاطه دقيق في قلب الكريمه او القشطه ديت، يعني ما تخافوش، دي بتبقى جميله جدا. دي هتبقى احلى كريمه او احلى قشطه انتوا ممكن تستخدموها في حشوات الفطير او في الكنافه. لما بداوا خلاص بيتقلوا كده بنحط عليهم معلقه زبده ومعلقتين كريم شانتيه. والبديل بتاع الزبده والكريم شانتيه معلقتين قشطه. فانا هحط عليهم معلقتين قشطه. دي معلقه ودي معلقه. ونبدأ ان احنا نقلبهم كده خلاص. انا وصلت للقوام اللي انا عاوزاه كده زي ما احنا شايفين. انا مش عايزاه تقيل قوي علشان ما يبقاش متكتل، انا عايزاه لا لين كده وطري. احنا زي ما قلنا كده، اول ما بيبدأ يتقل بنحط معلقة زبدة ومعلقتين كريم شانتيه. والبديل لو مفيش زبدة ولا كريم شانتيه بتحطي معلقتين قشطة زي ما انا حطيت كده بتاعت وش اللبن. انا هفضيه في حاجة بقى علشان يبرد ويهدى، وبعد كده نبدأ بقية الخطوات. انا كده هبدأ افضي الخليط في طبق خارجي كده واسيبه بقى لغاية ما يهدى خالص ويبرد، وبعدين نبدأ بقى نشتغل بيه نحشي بيه الفطير بتاعنا. طبعا احنا عارفين احنا هنعمل ايه طبعا من بداية الفيديو واللي شفناه في اول الفيديو. انا حضرت كل حاجة معايا للفطير. حضرت الحشو وحضرت الزبدة على السمنة، ومحضرة طبعا القشطة بتاعتنا، وهنا الجلاش حطاه في فوطة. عاملة كل 3 مع بعض. هي لفة جلاش وانا عاملة لفة كل 3 مع بعض عشان كل فطيرة بتاخد 3 ورقات، فانا لفة كل 3 مع بعض عشان اسهل على نفسي كل حاجة وكل حاجة تبقى جنبي وما تعطلنيش وما اطولكوش في الفيديو. حضرت الحاجة كلها وهنبدأ دلوقتي نعمل اول فطيرة مع بعض. احنا شايفين ان خدت اول ورقة جلاش، وهبدأ ان انا ادهنها بالسمنة على الزبدة. بتحطي سمنة على زبدة او سمنة بس، او اللي يريحك يعني. انا حاطة سمنة على زبدة، بس حاطة السمنة اكتر. والمفروض يعني بتبقى احلى واطعم بالسمنة البلدي او بالزبدة الفلاحي برضو. بس طبعا اللي انت بترتاحي فيه او متوفر عندك اعمليه بيها. يعني مش هتبقي نفسك تعملي فطير شرقي حلو او كده وما عندكي السمنة فلاحي، فمش هتعملي. وبعدين عامة المحلات كلها بتاعت الحلويات اكيد ما بتعملش بسمنة فلاحي، يعني احنا عارفين الكلام ده. انا كده عملت اول ورقة، هعمل برضو تاني ورقة عليها
وما يهمكيش لو ورقة مقطوعة ولا حاجة. تمام. هعمل هفرد تاني ورقة عليها اهي، ونفس برضو اللي عملته في الورقة الأولانية هعمله في الورقة التانية. عملنا ايه؟ عملنا الورقتين دول اللي هما الأولانيين عاديين خالص، فردناهم وحطيناهم كده ودهنا كل واحدة بينها وبين التانية طبقة سمنة. تمام. الورقة التانية بقى هسيبها متطبقة كده زي ما احنا شايفين على 2، وهجيبها من نص الورقتين كده، من نص الورقتين كده، واحطها دي اللي انا هحط عليها الحشو. تمام اهي كده زي ما احنا شايفين. هبدأ برضو ادهنها بالميكس السمنه والزبده، لان السمنه ديت او السمنه والزبده دي اللي بتدي التوريقه معانا. تمام. انا كده خلاص حطيت اهي جزء من السمنه. بعد كده هاجي احط، انا عامله اي حاجه عندك مكسرات على زبيب وجوز الهند او زبيب وسوداني او اي حاجه انت عايزاها. مش عايزه تحطي خالص ما تحطيش، عايزه تاكليها بالقشطه بس تمام، عايزه تاكليها ساده خالص دي حاجه ترجع لك انت. انا حاطه كده، احط كده معلقه مكسرات كده مع الزبيب وجوز الهند اهي، اي حاجه عندك يعني مكسرات عندك حطيها. تمام كده. وبعدين هاخد من القشطه بتاعتي اللي انا عاملاها اهي زي ما انتوا شايفينها. بصوا هي قوامها كده كريمي خالص، جميله جدا. انا مش عايزاها تخينه عشان ما بتبقى تخينه بعد ما بتستوي بتكتل. تمام زي ما احنا شايفين كده، يعني نحط بالمعقول ما نكترش علشان خاطر ما تطلعش من الجوانب. هو كده انا متهيألي معقول اهي كده. تمام كده حطينا ايه كل حاجه. هنبدأ بقى نروح مغطيين دي كده، احنا قفلنا عليها كده. تمام. وهنروح جايبين الطرف ده كده وهندهنه دهنه عشان خاطر لما نضمهم على بعض. تمام. ونفس الطريقه الطرف ده كده وندهنه برضو دهنه. سهله جدا يعني مفيش اسهل من كده والله. وبنروح نشتري الواحده بشيء وشويات، وبعدين نجيب الطرف ده كده. تمام. ونجيب الطرف ده كده وخلاص يعتبر الفطيرة كده خلصت وجاهزة. انا هنا جايبة صينية كبيرة عشان تاخد الفطاير، هم طلعوا حوالي 5 عشان تاخدهم كلهم مرة واحدة. هشوف هتاخدهم ولا لا. تمام. هنا كده اهي الفطيرة زي ما احنا شايفينها كده اهي جميلة اهي. هحطها هنا في قلب الصينية لغاية ما اشوف الصينية هتاخدهم كلهم ولا لا، وهنركنها على جنب. وهنيجي نعمل تاني واحدة. انا هعمل معاكم بس تاني واحدة، وبعد كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو هعمل الباقي وارجع لكم. هنجيب برضو اول ورقة اهي. تمام. وهندهنها زي ما شفنا كده. انا عملت 2 معاكم. هبدأ بقى ان انا اكمل بقية الفطاير وارجع اوريهم لكم. انا كده خلصت الفطير القمر بتاعي ده. لفة الجلاش النص كيلو طلعت 4 فطاير، كل فطيرة 3 طبقات زي ما احنا شفنا كده وعملناه اهم. طلعوا 4 فطاير حطيتهم في صينية واحدة وهدخلهم على الفرن على اعلى درجة حرارة عندك تدخليهم، وبدهن وشهم ببقية السمنة
والزبدة اللي انا كنت عاملاها، ولو كانت خلصت تعملي برضو حوالي يعني حبة كده، يعني معلقة كده ولا حاجة عشان تدهني بيهم الوش. وهدخلهم بقى الفرن وان شاء الله يستووا ونشوفهم مع بعض. وزي ما احنا شايفين نتيجة السوا بتاعت الفطير جميلة روعة بصراحة. انا لسه مخلصاها، واخد حوالي 30 او 35 دقيقة في الفرن، بس انا ولعت له الشواية لقيته خد اللون الذهبي من تحت، فقلت اطفي تحت واولع له الشواية بتاع 5 6 دقايق كده. وانا طلعته وجهزت لبن وفي محليات سكر، وهسقيه بيه على طول كده وهو سخن. واللبن بس اللبن يكون بارد، ولو عندك شربات من بتاع الحلويات ممكن تسقيه بدل اللبن على حسب رغبتك يعني. فأنا بسقيه باللبن بسكر. أنا هدلع الفطير بتاعنا كمان وارش عليه سكر بودرة، ودي على حسب الرغبة طبعا، بس هو بيديله طعم حلو قوي. مش عايزة ترشي ومستكفية باللبن أو السيرب خلاص أو الشربات، إنما أنا هرش عليه سكر بودرة. وكمان ممكن نرش عليه نديله شوية مكسرات كده لو حابين. أنا بس برش عليه وهو في مكانه كده، وبعد كده هننقله في أطباق التقديم. انا لقيت كمان عندي صوص باكيت صوص شوكولاته كده، احنا ممكن برضو ندلعه كده ونحط له على الوش برضو كده للي حابب. زي ما احنا شايفين كده انا حطيتهم، المفروض طلعوا 5 بس الطبق دوت خد 4 بس، في واحدة تانية لوحدها. فانا حطيت على 2 بس الصوص للي عاوز، والباقي ممكن سادة، حطيت السادة واللي بالصوص مع بعض حسب الرغبة يعني اللي عايزينها. وده كان نتيجة يعني احلى فطير شرقي بالمكسرات وبالقشطة، من غير ولا عجن ولا دقيق ولا توريق ولا حاجة، بأبسط وأسهل طريقة. فبجد هتجربوه هتلاقوه جميل جدا. الفطيرة ال5 اهي انا حطيتها في طبق لوحدها، بس بجد سخن جدا، هو لسه طالع من الفرن. فانا قطعتها بالسكينة بس عشان اوريكم المنظر من جوه، منظر الحشو من جوه مع الكريمة زي ما احنا شايفين كده. بجد حاجة وهمية خالص مع التوريقة اللي احنا شايفينها دي. بجد بصوا الدخان طالع، والله ما قادرة امسكها في ايدي اهي. انا فتحتها لكم، المنظر باين وشكلها باين اهو، في منتهى الجمال. فطير ورا اروع من كده. يعني عمرنا ما هنشتريه يعني بالتكات ديت، ولا بالطعم ده، ولا بالخامات طبعا النضيفة بتاعة البيت اللي احنا عارفينها حاطين فيها ايه وعاملينها ازاي. زي ما انتم شايفين كده احلى فطير شرقي. يا ريت تجربوه والله هيعجبكم جدا. وهتدعوا لي ان انا عملت لكم الطريقه دي للي مش عارفها، لان اكيد في كتير عارفينها وانا عارفاها برضو، مش من نفسي، انا عارفاها من قنوات على الفيس وعلى اليوتيوب والحاجات دي، بس بنحب نجرب الحاجه مع بعض. فيا ريت لو جربتوها وعجبتكم شير لايك والسبسكرايب والشير، وفي كومنت جميل وفي دعوه حلوه. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسكو عنبر. مع السلامه.